اللي على قده محدش قده. يا ترى يعني ايه الجملة دي؟ وليه انا واخدها عنوان لحلقة النهاردة؟ اصل ببساطة لو انت عايش حياتك بطريقتك، راضي بنفسك وماشي على قدك ومش قاعد تبص للي حواليك ولا تقارن نفسك بالناس، ساعتها هتبقى انت فعلا محدش قدك. بس السؤال هنا ازاي نوصل للمرحلة دي، خصوصا ان احنا عايشين في زمن كله مظاهر ومقارنات وموبايلات في ايد كل الناس بتورينا حياة شكلها فاخر من الاخر، بس الحقيقة ان كلها عليها اقساط وان اللي جوه غير كده خالص. يلا بينا نفهم سوا وخليكم معايا لحد اخر الفيديو عشان الحلقة دي ممكن تغير طريقة تفكيركم تماما. يلا بينا. ليه بنقارن نفسنا بالناس؟ ايوه بسألك انت، خليني احطك في المود الاول. طب خلاص يا عم ما تخضش كده، تعال احطك في المود الاول. بتصحى من النوم الصبح تقول يلا نفتح الموبايل نشوف ايه الجديد، تدخل على الانستجرام او حتى الفيسبوك تلاقي صاحبك منزل صورة وهو ماسك ايفون 20 سوبر لوكس. ايه اللي انا بقوله ده لسه منزلش اصلا. ما علينا من الموضوع ده، خلينا نكمل الفيديو. هتلاقي بقى واحد صاحبك تاني منزل صورة للعربية الجديدة البي ام او المرشيدس. ايه المرشيدس دي؟ ما علينا خلينا في الفيديو تاني بقى، ركز. والراجل ده بقى عامل فيها العمدة بتاع الحتة. فجأة كده يجي في دماغك صوت ويقول لك ايه ده؟ هو انا ليه مش زيه؟ ليه حياتي مش ماشية كده؟ هو انا ناقص ايه؟ والصوت ده بيبدأ يعكر عليك يومك كله مع انك كنت صاحي مبسوط ومفتح عينك على يوم لطيف. هنا احب اقول لك ان المشكلة يا صديقي مش انك عايز تعيش حياة كويسة او تطور من نفسك، بالعكس كلنا بنحلم بالاحسن. المشكلة انك بتقارن نفسك بناس انت مش عارف ظروفها ولا حياتهم الحقيقية. السوشيال ميديا يا صديقي بتخلينا نشوف 5% بس من حياة الناس دي، اللي هو الجزء الحلو والمبهر واللذيذ، لكن ال 95% التانيين هموم، مشاكل، ضغوط، ديون، خناقات، نوم متقطع. كل ده محدش بيحط في الستوري ولا في البوست. فكر فيها كده، واحد مصور نفسه بالعربية الجديدة اللي شاريها بالقسط ولسه عليه 500,000 قسط من باقي الديون وقاعد طول الشهر مش عارف يغطي مصاريفه. انت بتقارن نفسك بالمشهد الحلو اللي شفته، بس الحقيقة حاجة تانية خالص. عارف ان المظاهر بتسرق فرحتك؟ خليني احكي لك حكاية واحد زي ناس كتير قوي مننا. الشاب ده اسمه احمد، شاب عادي خالص بيشتغل شغلانة كويس وبيقبض مرتب على قده زينا كلنا. مش غني يعني بس مش فقير، عايش مستور ومرتاح. بس كل ما يفتح الموبايل بيحس فجأة انه فاشل. ليه؟ عشان شايف محمود صاحبه اللي كان معاه في نفس الشغل سايب الشغل وبقى انفلونسر قد الدنيا، بيكسب ألوفات من الاعلانات والسوشيال ميديا. ايه ده؟ هو انا بتكلم كده ليه؟ ما علينا، ركز معايا بقى وبطل تخرج من الموضوع. وكمان شايف ان محمود اشترى شاليه في الساحل وبيصور نفسه في الجيم الحلو الغالي ده ال5 نجوم ده، لا وراكب عربية خطيرة. ايه ده؟ هو انا رجعت اتكلم تاني كده ليه؟ انا زهقت منك، انت مش مركز معايا. المهم احمد بقى بيحس ان حياته مملة جدا مع ان عنده اهل بيحبوه واصحاب جدعان جدا وشغل مستقر، بس المقارنة دي سرقت فرحته. بدل ما يبقى راضي باللي عنده بقى عايش في لما وامتى، لما اجيب عربية زي فلان، لما اسافر زي علان، لا لما ابقى مشهور واطلع لايف والناس تقول عليا جامد. والنتيجة احمد بقى زهقان وعصبي ومتوتر وحاسس ان الدنيا بقت ضلمة ومقفولة في وشه، مع انه لو قعد مع نفسه ربع ساعة بس هيلاقي ان عنده نعم ربنا رزقه بيها كتير جدا غيره محروم منها. بس المظاهر عمت عينيه. هو ده اللي انا عايز اقوله، المظاهر هتسرق فرحتك لو سبتها تتحكم في دماغك. انت مش لازم تعيش حياة حد تاني، انت محتاج تعيش حياتك انت وتبقى على قد حالك. كبر تكبر معاه زي ما انت وترضى، هتعيش زي ما ربنا كاتب لك باسلوب يرضيك ويخليك مبسوط. يا عم بوكش، طب اشرح لي ازاي اللي على قده محدش قده؟ طيب ازاي نطلع من الدوامة دي ونعيش حياة رايقة؟ وازاي برضو ما تأثرش فينا المظاهر ولا المقارنات؟ ده البوكش هيحلها لك دلوقتي. خليني اقول لك على شوية خطوات عملية، بس لازم تكون مصدق من جواك انك فعلا تقدر تبقى احسن نسخة منك. اعرف انت عايز ايه، اقفل الموبايل وخليك في هدوء
واسأل نفسك أنا عايز إيه من حياتي، واكتب كل اللي نفسك توصل. مش لازم أحلام جبارة يعني زي أجيب فيلا في التجمع أو أبقى ملياردير، مع إن ده حقك عادي وممكن في يوم من الأيام توصل له. بس أنا بقول لك ممكن نبدأ بالأحلام البسيطة، زي أتعلم لغة جديدة، أروح الجيم 3 مرات في الأسبوع بدل ما أنا بدفع الاشتراك وما بروحش، أوفر فلوس أشتري حاجة نفسي فيها، أو حتى أتعلم أعمل أكلة جديدة. المهم إن الحلم يكون بتاعك أنت، مش علشان تقلد حد. اشكر ربنا على اللي عندك. كل يوم الصبح جرب تقول لنفسك 3 حاجات انت شاكر ربنا عليهم: صحتك، اهلك، شغلك، سقف الشقة مثلا، حتى كوباية الشاي اللي بتشربها يا اخي. اي حاجة صغيرة او كبيرة. الشكر ده يا صديقي بيخليك تحس انك غني حتى لو فلوسك قليلة، بيخليك تركز على الحاجات اللي عندك بدل ما تبص على اللي ناقصك. امسح المقارنات من دماغك. لو لقيت نفسك بتحسد حد او نفسك تبقى زيه، اسأل نفسك هو ده هيفرق معايا بجد؟ ولو حسيت ان السوشيال ميديا بدأت تضغط عليك، خد منها بريك. ايه الوزن والقافية الحلو اللي انا بقوله ده؟ امسح التطبيقات من تليفونك اسبوع، هتحس براحة نفسية غريبة وهتكتشف ان دماغك بقت خفيفة جدا. ركز على تطوير نفسك بدل ما تقعد تتفرج على الناس وتقول يا بختهم. استثمر الوقت ده في نفسك. اتعلم مهارة جديدة، اقرأ كتاب، ذاكر مجال شغلك، اتعلم ازاي تدير وقتك. كل خطوة صغيرة هتقربك من هدفك وهتحسسك انك بتتطور ومش واقف مكانك. خليك أصلي، ما تحاولش تقلد حد، انت مميز بطريقتك. لو بتحب ترسم ارسم، لو بتحب تكتب اكتب، لو بتحب تساعد الناس ساعد. هو ايه المعلومات العادية اللي انا بقولها دي؟ بالله ايش استفدت؟ ركز معايا، اعمل اللي يخليك انت وهتبقى فعلا محدش قده. مين القدوة الحقيقية؟ خليني اقول لك حاجة مهمة جدا، لو بتدور على قدوة ما تبصش على الانفلونسرز ولا المشاهير، لان دول بيبيعوا المظاهر شغلتهم بقى. القدوة الحقيقية هو اللي بيلهمك انك تبقى احسن من نفسك. يمكن يكون ابوك اللي شقيان طول عمره عشان يربيك، او امك اللي بتدعي لك كل يوم، أو صاحبك الجدع اللي بيقف معاك وقت الشدة. وأعظم قدوة بالنسبة لي هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان عايش ببساطة، راضي باللي عنده، مش بيقارن نفسه بحد، ومع ذلك غير العالم كله بأخلاقه وشغله وصبره. عايز تبقى محدش قده؟ اتعلم من الناس اللي عايشة بجد، مش الناس اللي حياتها كلها قدام الكاميرا وبس. هنتخيل دلوقتي إن معاك حتة حديدة وزنها كيلو، تعمل لها بتاع 20 جنيه مثلا، بس لو خدتها وعملت منها حلة هتساوي بتاع 500 جنيه، وممكن تعمل منها حاجات تانية تسوى أكتر. خلي بالك، انت اللي بتحدد قيمتك. لازم تعرف ان الحياة مش سباق بينك وبين الناس، الحياة سباق بينك وبين نفسك. كل يوم اسأل نفسك انا عملت ايه النهاردة يخليني فخور بنفسي. لو عايش على قدك، راضي باللي عندك، وبتطور نفسك وبتساعد اهلك، يبقى انت فعلا محدش قده. خلي هدفك تبقى احسن نسخة من نفسك، مش نسخة من حد تاني. وكده البوكش لخص وخلص. وصدقني لما تعيش كده الناس هتبص عليك وتقول ده فعلا محدش قده. قولولي في الكومنتات المقارنات بتأثر عليكم ازاي، وايه الحاجات اللي بتعملوها علشان تفضلوا مبسوطين ورايقين في حياتكم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وخليكم دايما في المقدمة وافتكروا ان اللي على قده محدش قده. سلام.